وعلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا في كل مكان. وكما بدأنا بفاتحة الكتاب نبدأ جميعا بذكر الله تعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحباب النبي الكريم صلوا عليه، صلوا عليه. اللهم ارزقنا شفاعة النبي الكريم، وارزقنا شفاعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا نبي ورسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم قربنا إلى جنتك وإلى طاعتك ما قرب إليها من قول وعمل وفعل، وابعدنا عن النار وعن معصيتك ما قرب إليهم من قول وعمل وفعل. يقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه وارضاه: لا تحمل هم الدنيا أبدا، فالدنيا كلها بيد المولى سبحانه وتعالى، بقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولا تحمل هم الرزق أبدا، فالرزق كله في السماء بيد المولى سبحانه وتعالى، بقوله تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولا تحمل هم الغيب والمستقبل أبدا، فالمستقبل كله والغيب كله بيد المولى سبحانه وتعالى، بقوله تعالى: إنك أنت علام الغيوب. الشيء الوحيد أخي المستمع الكريم الذي تحمل همه في الحياة الدنيا هو إرضاء المولى عز وجل. فإن رضيت المولى سبحانه وتعالى رضي الله عنك وكنت من الفائزين والسعداء في الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. أخي المستمع الكريم، لا تجعلوا الدنيا هي أكبر همكم، ولا تضيعوا أوقاتكم في طمع الدنيا وفي جشع الدنيا، فالحياة الدنيا ليست دائمة لأحد ولن تأخذ منها شيء، فالكل سيموت وسيترك كل شيء. أخي المستمع الكريم، استضافت العائلة الكريمة هذا السرادق تكريما للمغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج شعبان أبو طبيخ، أخو كل من الحاج رضا أبو طبيخ والحاج مفرح أبو طبيخ والحاج محمد أبو طبيخ والحاج شريف أبو طبيخ والحاج صبحي أبو طبيخ، ووالد كل من الأستاذ عبدو شعبان أبو طبيخ والأستاذ هاني شعبان أبو طبيخ والأستاذ أسامة شعبان أبو طبيخ والأستاذ سامح شعبان أبو طبيخ والأستاذ أحمد شعبان أبو طبيخ وجميع عائلات أبو طبيخ المقيمين بتلك البلدة العامرة. وكما تعودنا من العائلة الكريمة أن تستضيف لنا أوائل قراء القرآن الكريم في جمهورية مصر العربية والوطن العربي والإسلامي كله. واليوم استضافت لنا علم من أعلام دولة التلاوة في سماء جمهورية مصر العربية، بل في سماء الوطن العربي والإسلامي كله، قارئ شرفها مصر في المحافل الدولية، قارئ ملقب بقارئ الرؤساء والملوك والوزراء، والذي نسعد به دائما عبر قنوات التلفزيون المصري، والذي نسعد به دائما في جميع المناسبات والأعياد عبر قنوات التلفزيون المصري، والذي سوف نسعد به بمشيئة الله تعالى في الأمسيات الدينية عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ألا وهو ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، القارئ المقيم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. ونحيط بالعلم على مسامع حضراتكم بأن هذا السرادق صمم ونفذ وجمل
من داخل مخازن الفراشة الكبرى لأصحابها الحاج رضا السرسي تحت إدارة الباش مهندس محمد رضا السرسي لتنظيم الحفلات الدينية والسرادقات وتجهيز الخيام الفندقية الألمانية في أسرع وقت. هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور على قلب النبي المذكور صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم مع علم من أعلام دولة التلاوة، ذلكم العلم القرآني للداعية الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر قارئ الأعتاب الطاهرة والساحات الشعبية الكبرى في جمهورية مصر العربية. أدعو الله له بالتوفيق والسداد ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله
إن الله لا يحب المعتدين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا واتقوا واعلموا أن الله مع المتقين
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله حاسس ان الشادر ضلمه كده مش واستغفر الله
الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يا رب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب يا رب يا رب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن ترجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. يا رب. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والله رؤوف رحيم. يقرأ القرآن فتتنزل الملائكة فرحين بما يقرأ، وتتجلى الملائكة فرحة وبهجة وسرورا على من يقرأ القرآن الكريم. هكذا أيها المستمع الكريم عشنا واستمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي خرجت من القلب إلى القلب، تلاها علينا وعليكم علم من أعلام دولة التلاوة في سماء جمهورية مصر العربية وفي سماء الوطن العربي والإسلامي كله. ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر
عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون والعالم العربي والاسلامي كله، القارئ المقيم بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة. اما عن محطات الديزل الضخمة الفاخمة والألوف السرادقات المنيرة في سماء الجمهورية، والمصنفة رقم 1 وهي على تم الاستعداد لتجهيز جميع المناسبات والسرادقات وتجهيز الخيم الفندقية الألمانية في أسرع وقت، فهي لأصحابها فراشة وكهرباء الحاج رضا السرسي تحت إدارة الباش مهندس العالمي محمد رضا السرسي، أحد عمالقة الفراشة الكبرى في جمهورية مصر العربية، المقيمين بكفر ديمة التابعة لمحافظة كفر زيات. ونيابة عن أسرة المغفور له بإذن الله تعالى، تتقدم العائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء لأداء واجب العزاء من السادة أصحاب الواجب وعمد الواجب، السادة كبار رجال الدولة، السادة أعضاء مجلس النواب، والسادة عمد الواجب في محافظة الغربية. تتقدم العائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير لكم جميعا. شكر الله سعيكم جميعا، والبقاء لله وحده.